طبعا الوضع في محافظة إدلب بشكل عام الكل يعلم بأن هناك فصائل كانت تدعي بأن لديها ورقة ضغط ألا وهي الكفرية والفوعة، ولكن إن صح القول بأنها كانت ورقة ضغط فإنها ذهبت في مهب الريح دون أي مقابل، لأن اتفاقية كفرية والفوعة هي أكبر طعنة في خاصرتها هنا في إدلب، وتوقيع واتفاق خروج كفرية والفوعة هو توقيع واتفاق على محرقة محتملة ينتظرها هنا في إدلب وبتوافق دولي، لأن محافظة إدلب هي آخر ما تبقى للصراعات والأزمة السورية. واليوم محافظة إدلب هي في كل المطابخ الدولية، وكل دولة تريد أن تطهي ما يحلو لها. واليوم محافظة إدلب هي أصبحت شبه سوريا مصغرة بعد حشد جميع الفصائل المسلحة داخلها، ومن رفض التسوية مع النظام من المدنيين، وكان آخرها اتفاقية درعا، فأصبحت محافظة إدلب مرتعا للتطرف والإرهاب بعدما جمع داخلها جميع المهاجرين من عدة فصائل كالأوزبك والشيشان وتركستان والقوقاز والنصرة وخلايا داعش بعد هروبهم من آخر معاقلهم من الرقة وكان آخرها دير الزور. هل يا ترى من ساهم وسهل عبور هؤلاء المهاجرين إلى سوريا هو من سيساهم ويساعدهم ويساعد بالتخلص عليهم والقضاء عليهم ألا وهو تركيا؟ أم تحتضنهم وتجعل منهم فزاعة لأوروبا والعالم؟ أم الدول المتصارعة متفقة على شيء ما للتخلص منهم؟ خاصة بعدما أن طلبت تركيا بالوصاية على محافظة إدلب، لكن هل سيسمح الروس بأن تكون محافظة إدلب تحت الرعاية التركية وأعين النظام على الحدود الفاصلة بين سوريا وتركيا؟ أم أمريكا لها مصالح أن تكون إدلب أرض صراع لتقاسم الكعكي بين الدول المخالفة في الصراع السوري؟ طبعا الحل لإنقاذ المنطقة من هذه المحرقة المحتملة وتوافق الدول المعنية بقتال التطرف والإرهاب لإبعاد كل المهاجرين عن أرض سوريا وأرض إدلب ولإبعاد كارثة، وبعدها يأتي الحل السياسي والحوار على طاولة واحدة سورية.